صينية رولات التست المحشية بالدجاج من الوصفات اللي كتير مميزة واللي بنحب نعملها. أهم إشي إن هي غنية جدا بالطعم وطريقتها كتير بسيطة وسهلة. أول إشي بمقلة على النار رح نحط زبدة وزيت. أول ما تدوب الزبدة معنا رح نحط البصل المفروم نحركه ليتبل شوي معنا. حنضيف عليه الفلفلة الملونة ونحركهم شوي. حنضيف الدجاج تقريبا هون أنا استخدمت 400 جرام قطعته صغير، حركتهم كتير منيح. بعدين أضفنا تشكيلة من البهارات رح تلاقوها أسفل الفيديو. راح نحركهم مع بعض ونضيف ربع كوب من كريمة الطبخ، وهيك صارت حشوتنا جاهزة. راح نعمل الصوص. نحتاج لعلبة من القشطة، معلقتين من الجبنة السائلة، شوي من كريمة الطبخ، ملح وفلفل أسود. راح نخلطهم كلهم مع بعض وبعدين راح نحط الصوص على جنب. راح نبلش بقطع التوست. راح نشيل الحواف عنا بهالشكل ونبلش إن نرق فيهم. يفضل إنه يكون التوست فريش لينفرد معنا بكل سهولة. بعدين بنبلش نحشي فيه. طبعا هون أنا حطيت بس من الحشوة، ممكن إنكم تضيفوا أي تشكيلة أجبان بدكم إياها إضافية. بعد ما خلصت كل الكمية جبت صينية الفرن، حطينا شوي من الصوص، فردنا وبعدين بلشنا نصف عنا الرولات اللي عملناهم. راح نحط عنا باقي كمية الصوص بهالشكل. راح نوزعها كتير منيح ونساوي السطح. راح نرش عنا على الوجه جبنة موزاريلا وبعدين على الفرن لتتحمر معنا من فوق. وصحتين.